بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكرة تحت الضغط. في بداية كل حلقة دايما بفكركم وبنقول اللي احنا ما بنحللش تكتيك، احنا بنحلل العوامل والأسباب اللي بتأثر في نتيجة المباريات، وكمان نفس الأسباب دي والعوامل اللي بتأثر على أداء اللاعبين داخل الملعب وبتأثر على قراراتهم خارج الملعب. عشان كده احنا هنتكلم على 3 نجوم من نجوم النادي الأهلي، هنتكلم على وسام أبو علي، وهنتكلم على إمام عاشور، وهنتكلم عن زيزو. من وجهة نظركم واكتبوا لي في الكومنتات، وسام هيكمل في الأهلي ولا مش هيكمل؟ طيب، بالراحة كده وبالهداوة، وتعال نحلل شخصية وسام وظروف نشأته. وسام أبو علي فلسطيني، اتولد في الدنمارك، يعني بيحمل الجنسية الفلسطينية والجنسية الدنماركية. من وجهة نظركم هل كده وسام بيشعر بالحنين والانتماء لوطن من الوطنين دول، سواء فلسطين او الدنمارك؟ لا، انا ما اعتقدش. وسام اتربى داخل اسره فلسطينيه داخل اراضي دنماركيه، يعني ما عندوش انتماء ولا لفلسطين ولا الدنمارك. كمان لعب فتره في السويد، يبقى وسام فلسطيني دنماركي سويدي، لا يشعر بالانتماء لاي دوله من الدول دول. واخيرا بيلعب في النادي الاهلي. طيب، كون اللي هو ما عندوش انتماء لل3 دول دول هيبقى عنده انتماء للنادي الاهلي؟ لا، من وجهة نظري لا. وسام يا جماعة مجرد لاعب محترف، كل اللي بيحركه هو الفلوس، ولكن الموضوع يزيد على وسام كأي لاعب آخر، اللي أي لاعب آخر بيبقى عنده انتماء للبلد بتاعته. لا، وسام ظروف نشأته كانت قاسية شوية فأثرت على انتمائه، وما خلتش عنده أي انتماء لأي وطن هو عايش فيه. الحاجة الوحيدة اللي بتخلي وسام أبو علي يشعر بالأمان والحب والاستقرار هو وجوده في وسط أسرته البسيطة، واللي يكون معاه فلوس. يبقى إذا وسام مع اللي هيدفع أكتر، لأن ببساطة الموضوع خارج مشاعر وسام أبو علي. وسام في المكان اللي هيدفع أكتر. الأهلي لو قدر يدفع لوسام فلوس كويسة هيقعد في الأهلي، لو عقد احترافه بفلوس كويسة هيسيب الأهلي ويطلع بره. قولا واحدا، وسام مع الفلوس. اللاعب الثاني هنتكلم على إمام عاشور. إمام عاشور هل يستمر في النادي الأهلي ولا هيوافق على عقود احتراف؟ أنا من وجهة نظري ومن تحليل شخصية إمام عاشور، إمام عاشور شخصيته شخصية استعراضية، بيحب الشو، بيحب الميديا، وبيحب الأضواء، وبيحب كل الأضواء تبقى متسلطة عليه. إمام باختصار بيحب اسمه يتحط في كل جملة مفيدة. إمام صبغ شعره، إمام نفخ البالونة، إمام عمل تويتة، إمام رد على الصحفي فلان، إمام عمل كذا، إمام عمل كذا. طيب، الميديا والأضواء، إمام لو جاله عقد احتراف في أي بلد عربي أو أي دولة أوروبية هيتحط تحت الأضواء زي ما محطوط في مصر وخصوصا في النادي الأهلي؟ أنا لا أتوقع ذلك. يبقى إذا إمام بيحب الشهرة وبيحب الأضواء، يبقى وجوده في النادي الأهلي أكبر مكان هيحقق له الشهرة والأضواء. ولكن إمام ينتظر ترضية بسيطة من النادي الأهلي عشان تشعره بالأضواء وبالميديا اللي هو عايش فيها. يبقى وسام مش في النادي الأهلي، إمام عاشور إن شاء الله هيبقى في النادي الأهلي. اللاعب الثالث أحمد سيد زيزو. أحمد سيد زيزو موضوع مختلف عن وسام أبو علي وعن إمام عاشور. أنا هنا قصدي لما جيت اتكلمت عن زيزو هيكمل مشواره مع النادي الأهلي ولا الضغط الجماهيري هيأثر على زيزو؟ من تحليلنا لشخصية زيزو في المباريات الأخيرة لنادي الزمالك أو منتخب مصر أو لعبه في كأس العالم مع الأهلي، أحمد سيد زيزو لاعب محترف، لاعب كرة قدم محترف. قال لك طب ما هي كل اللاعيبة لاعيبة كرة قدم محترفين؟ لا، أحمد زيزو لاعب محترف، يعني بيفصل بين الملعب وبيفصل بين حياته الشخصية، بدليل ان هو كان موقع للاهلي وكان بيلعب مع الزمالك ويلعب منتخب مصر ومفيش حاجه اثرت عليه. بالعكس من ذلك، اللي احمد سيد زيزو هو اللي فوز الزمالك في مباراته في نص النهائي في كاس مصر قدام سيراميكا كليوباترا بجول رائع وجول عالمي. يبقى اذا زيزو يا جماعه بيفصل بين حياه الكوره وحياته الشخصيه.
واكبر دليل على اللي انا بقوله ده التويته اللي زيزو نزلها النهارده، اللي زيزو بيرد على من يتعرض له بالسباب والانتقادات، بيقول له خليك في نفسك وخليك في اكل عيشك. الشتيمه اللي انت بتشتمها لا بتاكلك ولا بتشربك ولا جابت لك عربيه. يعني بيقول له انا مركز في شغلي وشغلي جاب لي كل اللي انا عاوزه، انما انت استفدت ايه؟ التويته دي بتدل على ان زيزو عنده ثبات انفعالي، عنده استقرار نفسي، ما بيسمعش وقافل ودانه كويس جدا، وبيأدي شغله على اكمل وجه. زيزو زي عبد الله السعيد، الاثنين مركزين في الكوره، الاثنين شخصيتهم واحده. اتمنى اللي زيزو الماتشات الجايه يقفل ودنه تماما عن الجمهور ويركز، لان انا عارف اللي زيزو عنده اهداف مستنياه، عنده اهداف مع منتخب مصر بطوله الافريقيه وبعد كده كاس العالم ان شاء الله، وفي انتظاره بطوله افريقيا مع النادي الاهلي وكاس الكونتيننتال للقارات، وان شاء الله بعد 4 سنين كاس العالم للانديه. زيزو في طريقه لتحقيق اهدافه. اقفل ودانك يا زيزو وركز، وان شاء الله هتبقى احسن لاعب في مصر. الى اللقاء، دمتم في رعايه الله. لايك وشير وسبسكرايب.